السلام عليكم متابعين قناة مطبخ ماشا الصغير. نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة يا ربي. أني جيت معكم اليوم بفيديو خفيف ظريف نطلع عليكم ونقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة الأولى الرسمية. راح نخلي لكم الرابط تاعها في نهاية الفيديو. والان حبيبتي كما راكم تشوفوا جيت ندير معاكم مسكوتشو، حاجه خفيفه وحلوه، لاني طولت الغيبه عليكم بزاف. ورفوتوا ديريكتوم لا فيديو غالياتي. اول حاجه حطيت 3 بيضات، حطيت عليهم كاس مملوء سكر، وحنضيف عليهم شويه تاع لافاني. بالنسبه للافاني انا نفضل هذا الليكيد، الريحه تاعها قويه بزاف، يعني غير ديري شويه تولي الريحه تاع الكاطو تاعك تنف وحدها. حنميلونجي كل شيء مع بعضه مليح حتى تحسي السكر تاعك هذاك بدا يذوب، يعني ما كيش حتخلطي البيض والسكر مع بعضهم حتى يذوبوا. خلطي شويه. من بعد غالياتي راح نضيف عليهم كاس تاع زيت. عندك كاس حليب وكاس زيت وكاس سكر بنفس الكاس. حطينا كاس سكر هو الاول، راح نضيف عليه كاس زيت تدريجيا، راح نضيفه على 3 مراحل ولا 4 ومع الخلط، يعني راح نخلط. اللي هنا في المرحله هذه كي تضيفي السكر والزيت راح تشوفي السكر تاعك مازال ما ذابش. هنا كي تضيفي الحليب راح تشوفي باللي السكر تاعك ذاب من مع حطيتي الحليب، راح تلقاي السكر تاعك هذاك ذاب نهائيا. هنا راح نخلط مليح بين الزيت والسكر باش تتميلونجا الزيت معاهم. من بعد راح نضيف كاس تاع حليب. هاوليكم البنات الكاس وين حطيته باش تتاكدوا من المقادير: كاس سكر، كاس زيت، وكاس حليب. كاس سكر نضيفه على 3 بيضات وشويه تاع لافاني نخلطهم مع بعض. اما الزيت والحليب راح نضيفوهم تدريجيا. وتقدري الحليب تاعك انك تستعمليه دافي، ما ديريش الحليب تاعك سخون، ديريه دافي باش يذوب لك السكر تاعك بالخف. يعني اذا كان ما كيش حابه تبقاي تخلطي بزاف. اوكي، الحليب ضيفوه تدريجيا. هنا مع تضيفوا الحليب تشوفوا الخليط تاعكم ممتازج صايي والسكر راهو ذاب. شوفوا هنا غالياتي، بعد ما ضفت الكاس تاع الحليب هذاك، المسكوتشو تاعي ولا الخليط تاعي راهو ذاب السكر فيه خلاص. هذه اهم حاجه كي تعودوا تخدموا بسكر الحبيبات، لازم السكر تاعكم يذوب نهائيا. يعني في اي حاجه صابلي، في المسكوتشو، في اي حاجه ديروا فيها سكر، سكر تاع الحبيبات لازم يذوب لكم خلاص. كي يذوب لكم السكر تاعكم اعرفوا بلي حاجتكم راح تنجح. اذا بقى لكم السكر هكا كالبنات حبيبات اعرفوا بلي حيتكرمل لكم في الفور، راح يتحرق معاكم، راح تهبط لكم الحاجه اللي درتوها. يعني اذا كان فيها خميره ماهيش حتطلع معاكم، راح تهبط. السكر تاعكم كي ما يذوبش، يعني نهضروا على السكر كريستاليزي، راح يفسد لكم اي حاجه راكم ديروها. هذه كمعلومه. من بعد ما خلطت مليح جبت الفرينة تاعي. بالنسبة للفرينة نستعمل 10 ملاعق فرينة فقط. النوع تاع الفرينة تاعي البنات راهي تتشرب، يعني الا كان الفرينة تاعك ما تشربش راح تفوتي الممكن ل 12 مغرفة فقط. اما الا كان الفرينة تاعكم كيما تاعي تتشرب، راني استعملت 10، حطيت 5 مغارف مع باكي تاع خميرة، وراني نخلط مليح حتى نشوف الخميرة والفرينة تاعي ذابت كامل مع الخليط وامتزجت وما بقاوش الحبيبات. من بعد غالياتي كما راكم تشوفوا ضفت 3 ملاعق فرينة، كذلك نمزجهم مليح باش ما يبقاوش الحبيبات تاع الفرينة في الخليط تاعي. كي نشوفهم امتزجوا راح نضيف 2 ملاعق الاخرين، هكا ونكون درت 10 ملاعق بالضبط. قلت لكم الفرينه تاعي راهي تتشرب، يعني ردوا بالكم كي تعودوا تخدموا. الفرينه راهي تلعب دور كبير، لا كانت تشرب ولا ما تشربش. يعني لا كانت تشرب لازم تعسوا بالكم لا تعود تيبسوا معكم لاباط، من بعد تجيكم المسكوتشو تاعكم ولا الكاطو يجيكم يابس من داخل. حاولوا انكم تتاكدوا الساع من النوعيه تاعكم تاع لافارين.
قبل ما تخدموا، يعني تكونوا جربتوها هكا في موسكوتشو ولا وتشوفوا. هنا حبيباتي بعد ما كملت لافارين تاعي راح نحي الفرينة من قدامي، وراح نجيب كيما نقولوا الليمون اللي حنستعملها. اللي ما حبت دير في ليمون الصغار دير في ليمون الصغار كيما تاع القنيدلات الدزيريات تاع كيما هذو اللي حنديرهم معاكم دوكا، هذو اللي راهم جدد السنة راهم طوندون هذا العام. ولا تحب دير المول الكبير عادي تاع المسكوتشو ديرها فرد خبزة وحدة. انا هالمره هذه حبيباتي استعملت هذا الليمون معكم، يعني هذه اول مره حنطيب فيهم، مازال ما استعملتهمش وراح نجربهم معكم، يعني ما حرقتهمش في الفور وراح نشوف معكم النتيجه اسكو يلصقوا ما يلصقوش. انا كنت درت لهم شويه تاع الزيت، دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالفارينه وراح نعمرهم نصف فقط باش نخليو مساحه باش المسكوتشو تاعنا تطلع وتخبر آلاز، يعني تلقى وين تطلع. كيما راكم تشوفوا غالياتي راح نعمرهم فقط نصف الكميه. لهنا نصف الكميه هي ملعقه ونصف تاع اكل مملوءه، يعني ديري مغرف مملوءه وتزيدي نص ملعقه، هذا مكان وتحطيهم. بالنسبه للكميه غالياتي خرجت لي 16 حبه، ممكن تستعملوهم كمشاريع. الامهات كذلك تقدروا ديروهم في السناك ولا اللمجه لولادكم في عظمه تمدوا لهم الكاطو ولا اي حاجه، تمدوا لهم حاجه نتوما خادمينها في الدار ومتأكدين من النظافة تاعها والمكونات تاعها غاليتي. وهذه حاجة كامل الأمهات تحبها وتدعم هذه الفكرة انك ديري لمجة صحية لولادك. انا حنكملهم حبيباتي كامل من بعد راح نشوفوهم بعد ما طابوا لي كيما راكم تشوفوا. حمرتهم، انا ما نحبهمش حمورها بزاف 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 بزاف، نحبهم هكا يجيو في الدوغي. هذا ما كان، يعني ما نحبهمش يجيوني حمورة حتى يوليو في المارون ولا تحسهم هكا يمدوا لي ذوق تاع المر. يعني انا هشوفوا البنات يتنحاو معاكم بكل سهولة، شوف غير تقلبيها خلاص. شتو البنات درت بالكيردو معاكم ويجيو طالعين وخفاف ما شاء الله، يعني نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتردوا لي رأيكم في التعليقات. نعتذر حبيباتي على الصوت، راني كيف نقولوا حبيباتي راني مقريبيا الله غالب، راني نسجلكم في الفيديو. نتمنى انه يكون واضح وشرحي جاكم سهل. شوفوا البنات من اول تجربه في هذا الليمون راهم يطيروا معايا ما يلصقوش، يعني حتى وشيتيهم جدد ما تخافيش انك تستعمليهم. وهاي لكم حبيباتي الشكل النهائي للمسكوتشو تاعنا. يقدروا يديروهم صحاب المشاريع، تقدروا ديروهم كما قلت لكم الاطفال تاعكم اللمجه حاجه خفيفه جاك ضيف على غره ما تحبيش ديري هذيك الكبيره، بغيتي حاجه جديده ممكن تبدلوا في الشكل. انا درت غير شوكو طارتيني وشويه لوز ايفيلي، هذا ما كان متوفر عندي في الدار. مينتي لا كان عندك كيما نقولوا لي خام بزاف ممكن ديري بيستاشيو ديري شوكولاتيني ممكن ديري البوينو عندكم وتحطي كل حبه مختلفه، ممكن حبه في البيستاش حبه في الشوكولاتيني يجي مختلفه في الاذواق والاشكال، انت حره تقدري تلعبي بها كما حبيتي. وهذا هو التقديم البسيط اللي درته انا، نتمنى يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. ما تنساوش لا كان عجبكم تشتركوا وتفعلوا نعتذر حبيباتي. المهم ما تنساوش حبيباتي لا عجبتكم القناة وعجبتكم انا ثاني ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش حنخلي لكم رابط القناة الأولى الرسمية اللي يعني ناشطة عليها بالخف باش تشتركوا فيها باسم سارة الباتنية. حنخلي لكم الرابط تاع القناة في صندوق الوصف حبيباتي، ونتمنى انكم تزوروني وتقولوا لي بلي جيتوني من مطبخ مشا البسيط. وخليكم الان نقول لكم في امان الله.